السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة ان شاء الله رغبا عن طلباتكم، يعني ان انتوا طلبتوا مني في كومنتات ان انا خيرتكم بين البرقع وبين الملاية موج البحر. ففي كومنتات جات لي ان احنا نبدأ بموج البحر وهنعملها وانا تحت امركم وهنبدأ بيه. وان شاء الله هنخلص الملاية دي بقى، مش مفيش اختيارات، هيبقى اللي احنا هنعمله ان شاء الله هيبقى البرقع. برضو في كومنتات كتير على البرقع، فان شاء الله خلاص باقي معايا الفرنشة وخلاص كده يبقى كملنا خامات البرقع وهنبدأ نشتغل بيه في البرقع ان شاء الله. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين اهي الملاية اللي احنا وريتها لكم قبل كده في المشتريات اللي جبتها من سوق التلات. وهبدأ دلوقتي ان انا اعملها لكم موج البحر. انا جايبه 2.5 متر، والفيديو اللي سابق وريتكم ازاي تعملوا النزلات بتاعته. احنا هنعمل القرص بس هو من موج البحر، وبعد كده هنمشي بيه بالكورنيش اللي احنا عملناه بالقماشه البطيخي. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله هنشتغل ونوريكم ازاي هنعمله. بس عشان في اول الفيديو قبل ما اقص دوسي على اللايك، اعملي دوسي على زرار اللايك واعملي لايك اول حاجة. وان شاء الله اللي هيعمل لايك ان شاء الله ربنا يفرحه بعياله وينجحوا السنة دي بإذن الله، عشان تحفزوني في الفيديو ده. وان شاء الله اما الاقي الفيديو ده عليه اقبال او مشاهدات او لايكات الحمد لله، ان شاء الله هبدأ ان انا خلاص دلوقتي مفيش مدارس مفيش دروس، احنا دلوقتي قعدنا في البيت. خلاص بقينا على بال واحد بدل ما كنا بنفكر في الرايح والجاي والدروس والمدارس. وهنبدأ بقى ننزل كام فيديو كده ان شاء الله في اجازتنا دي، وان شاء الله تكون اجازة سعيدة وربنا يفرحنا باولادنا. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب ويا ريت فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما جديد، عشان ما يفوتكوش فيديو من جدد وغير مع عائلة ميم. ودلوقتي ان شاء الله اهي الملاية جبناها 2.5 متر وهنفردها. هي متنية كده، احنا هنفردها كده كده اهو، هنفتحها كده اهو، هنفردها بالشكل ده. احنا عايزين الورد ده ان شاء الله يبقى على حرف السرير كده، عشان مش عايزينه الناحية ده عشان احنا اصلا هنعمل سادة. فاهو هيجي على حرف السرير كده. ودي الناحية دي طبعا اللي فيها المخدات، عشان تبقوا متخيلة معايا احنا هنقص ازاي. احنا هنقص بس القرص بتاع السرير. فان شاء الله هيبقى كده بالظبط اهو، هفردها لكم هيبقى كده بالظبط اهو. طبعا لو عندك صينية ماشي، انا عامله اسطمبه، وما تنسيش تتابعي الفيديو للاخر عشان في طريقه عمل الاسطمبه هنزل لك الفيديو ده ان شاء الله. اسطمبه على شكل فستون، هي دي اللي هتشتغلي بيها موج البحر عشان تبقى معاكي على طول. وممكن تعملي لها فتله من على جنب كده زي ما انا عامله في اوضه الشغل بتاعتي ومعلقاها، واي حاجه بحتاجها بعملها باسطمبه. كل حاجه الحمد لله عندي المقاسات، ما بحاولش اشتغل عشوائي. زي ما انت شايفه اهي الاسطمبه بتاعتي، انت هتشوفها في الفيديو ان شاء الله، هتشوفها في الفيديو الحجم ده. فاحنا هناخد لو هنعمل موج البحر هنخليها بقى، انا كنت الاول عاملاها للفستون عامه، فانا دلوقتي عشان هعمل موج البحر، فانت لو عملتي دي هتاخد منك يجي 4 متر قماش هتهدريه من الملايه، فيمكن ما توصلش معاكي للاخر. فانت هتعملي ايه؟ هتاخدي من هنا 6 سم وهتقصيه زي ما انا قصيته كده. انت هتلاقيه في الفيديو اللي انا هنزله لك ان شاء الله، هتبقى ديت معموله كده اهو ماسكه بعضيها. بس انا ايه، هعمل دي بس الفستونة موج البحر، هخصصها لكده لان انا عندي فستونات كتيره العادي زي الشكل ده مثلا. برضه دي فستونة سرير اطفال هي، وعامله لها حبل وبعلقها. وانت ان شاء الله هتشوفي طريقه الفستون ده وهتعجبك وتعمليها وتخليها في بيتك عشان على طول ما تحتاجيها تلاقيها. الاول هنبدا ان شاء الله، هنجيب الفستونه كده زي ما انت شايفه اهي بالشكل ده، نحطها على حرف السرير اهو. ادي اللي هنخلي الشكل ده كله الحرف. هنبدا من هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيب مسافه سنتي كده عشان نحط عليه الشغل بتاعنا. ودلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيب سنتي من هنا وهنسيب سنتي من هنا. ونبدا اول حاجه نعمل الفستونه. انا عملتها بالمارك
ما جاتش معايا، ما وضحتش معاكم، انا اعملها بالقلم الجاف مش مشكله، ما كل هتتقص. اهي اهي اول حاجه عملنا الفستونه لفوق اهي، عملنا الفستونه لفوق بالشكل ده عشان تقصي. خلصنا الفستونه دي وهنعملها لتحت. هنسيب السنتي اللي احنا سيبناه برضو اهو اهي، وهتيجي ايه في اخر حاجه، في اهي اخر حاجه في الفستونه دي الحته دي زي ما انت شايفه اهو. هقرب لك برضو عشان تبقى معاكي واضحه اهي كده. عملنا الفستونه دي كده، وادي اخر حاجه فيها، وهنبدا نعمل الفستونه لتحت كده اهي. بصي هتحطي اهي السن الاخير بتاع الفستق اهي كده اهو بالظبط كده اهو. هتظبطي وتسيبي سنتي هنا زي ما احنا قلنا، وهتنزلي كده اهو اهي اهي. وادي الفستونه التانية زي ما انت شفتي اهو. بصي نازله ازاي موج البحر معاكي اهي 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 ماشي. وهنجيب الملايه بتاعتنا كده وهنكمل بالشكل ده كده، وهنيجي نحطها لفوق برضو المره دي اهو اهو. بصوا اهي اخر الحته دي برضو هنبدا نعلى كده اهو، مره لتحت ومره لفوق، مره لتحت ومره لفوق. وهسيب السنتي برضو اللي احنا اتفقنا عليه، وهتوضح معاكي في الحته اللي ايه اللي ما فيهاش تشجيره دي ان شاء الله اهي. وبرضو دي طلعت كده اهو موج البحر اهو. وهنمشي بالقماش الساده كده اهو اهي موج البحر اهو اهو بالشكل ده اهي لحد اهو. وهنجيب ملايتنا كده برضو خلاص، والفستونه معانا وهتشوفوا طريقتها ان شاء الله عندكم انا عاملاها. وهنصغر كده عشان كده هتبان معانا بقى خلاص كده هتبان شكل في وشنا ودي هتبقى معانا لتحت كده خلاص، واحده فوق واحده تحت. هنسيب السنتي اهو وهنظبط من هنا اهو، وهتبقى دي ماسكه في دي في اخر دي كده بالظبط اهي. وهتيجي كده وهتبان اكتر في القص. وطريقه الاسطمبه دي قلت لكم انا عاملاها، هتشوفوا طريقتها في اخر الفيديو ان شاء الله. واهو ادي الاسطمبه التانية. ما تخافيش من القلم الجاف، انا هقص وهوريك هتدوي ازاي. ودي المره دي لفوق كده اهي، دي هتبقى كده، وهتسيبي سنتي بالشكل ده وهتعملي الفستونه. هو حوالي هيطلعوا معانا 5 فستونات بكتيرو يعني. وكده معانا فستونه اهي موج البحر طلع معاك اهو. مع التفصيل هيبان اكتر ومع القص هيبان اكتر. باقي معانا كده قطعه اهي وهتبقى لتحت اهي كده اهو. وكده عملنا الملايه كلها قدامكم اهي وكده اهو كده تمام. وطالع معانا موج البحر اهو اهو. ننزل واطلعي، وزي ما قلنا الخطوه اللي لازم تعرفيها انك انتي هتبدأي فوق تحت دي براحتك اهي، وتعملي كده. وما تيجي روحي نازله هنا اهو، وبرده اهو اهو كده. وهكذا هجيب المقص بتاعي بقى وهقصها، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجبنا المقص بتاعنا واهو اول حاجه اهو
اهو اهو اهو. ادي الفصولة اللي احنا هنعملها اهي. اهي وتنزلي هوصل معاكم برضو عشان النهارده مفيش الا قص موج البحر، وان شاء الله بكره هنعمل معاكم فيديو لخياطتها زي ما احنا متعودين بالتسلسل، وبعد كده الخدادية بتاعتها زي ما احنا برضو متعودين اهو. ترميش القماش ده عشان هنحتاجه ان شاء الله برضو في الخدادية اهو زي ما انت شايفة كده اهو. انا كنت اطبق القماش مرتين وهقص موج البحر ده، بس انا حابة ابتدي معاكم من الاول عشان ايه تستفيدوا، عشان خاطر انتوا حابين الملاية دي. اخر فستونة معانا وبكده خلاص قصيناها. طلعت معانا كام فستونة، ما ترميش دول عشان هنحتاجهم. ادي فستونة شايفة كده، خلاص قصينا زي ما انت شايفة، نازلة طالعة ونازلة طالعة ونازلة. وادي القصة بتاعتنا بتاعت موج البحر. وزي ما قلنا الفضلات دي مش هنرميها، هنحتاجها في كيس الخدادية اهو بالشكل ده كده اهو اهي واهي اهو زي ما انت شايفة. وبكده زي ما انت شايفة خلاص قصيناها اهو اهي شايفة، وطالعة معاكي اهو ونازلة معاكي اهو لحد ما خلصنا الملاية. وبكده خلاص زي ما انت شايفة خلاص كده قصينا. القصة سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة، زي ما انت شايفة كده. زي ما احنا قلنا الاسطمبة طريقة الاسطمبة هوريها لك برضو في نفس الفيديو. وزي ما احنا قلنا اهو حطينا الاسطمبة الاول بالشكل ده، ونزلنا وطلعنا ونزلنا وطلعنا. وادي القصة اهي زي ما انتوا شايفينها. ويا رب تكون واضحة معاكم، ويا رب اكون افدتكم. ودلوقتي هوريكم ازاي الكورنيش هيبقى، والكورنيش هيبقى زي ما انت شايفة كده. احنا هنخيطه عليها كده اهو. يا ريت تتابع معايا الفيديو بتاع الخياطة برضو، وهيجي كده برضو هتطلعي زي ما هي طالعة اهي اهي. نزلت انزلي معاها، طلعت اطلعي معاها اهي. كنت فاكرين ان اللي متابعيني وعارفين فيديوهاتي اكيد فاكرين كلمة زي دي عشان قلتها كذا مرة. الملاية تمشي معاها، لو طالعة اطلعي، لو نازلة انزلي. وهيبقى الكورنيش بالشكل ده كده اهو. ويا رب اكون افدتكم. وهعمل برضو ما زلت اقول ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وعشان يصلكم كل ما جديد. وبكده خلاص ادي معاكم اهو الطريقة شايفة هيبقى ايه ماشي اهو. موج البحر اهو خلاص. وادي موج البحر اتعمل معانا بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان اعرفكم ان احنا ازاي نعمل فستونة طريقة اسطمبة الفستون. الفستون ان شاء الله تبقى عندنا قطعة كرتون فليكن اي حاجة جبناها فيها كرتونة زي بوتاجاز زي غسالة زي اي حاجة بيبقى ليها كرتونة، ناخد من الكرتونة دي. ما جبتيش حاجة جديدة ما عندكيش كرتونة، ممكن كرتونة الشيبسي كرتونة الكاراتيه
ايا كان اي كرتونة، بس تكون 50 في 30. 50 في 30 ماشي. قسنا طبعا المستطيل ده 50 في 30. ودلوقتي هنشوف هنطلع من عند ال30 قد ايه. ان شاء الله هنطلع من ال30 15 سنتي. هناخد زي ما انتم شايفين، هنطلع من هنا من القطعة المستقيمة اللي هي كانت 30 سنتي. هنطلع من تحت لهنا كام؟ 20 سنتي. 20 سنتي بالظبط من تحت لفوق 20 سنتي. وهنيجي من تحت لهنا هناخد 10 سنتي ونقربها كده اهو. هننزل كده اهو كده اهو ماشي لحد ما ننزل ل10 سنتي. والناحية التانية كده وهنيجي عند القص. وبكده خلاص كده قصيناه. زي ما قلنا احنا عملنا المستطيل 50 في 30 وطلعنا 20 من الجنب وعلمنا. وجينا من تحت كده رحنا خدنا 10 ونزلنا من عند ال20 بموجة لحد ال10 وموجناها كده 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 كده. وبقت الاسطمبة معاكم بالشكل ده. دلوقتي ممكن تقصي تعملي اللي انت عايزاه من خلالها وتقصي الفستون. وان شاء الله هنكمل الملاية بالفستون ده.